أثار شاب مصري غضب الكثيرين بعد نشره مجموعة من الفيديوهات لوالده عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيها لحظات احتضار والده. نشر الشاب الذي يدعى محمد علام وهو بلوجر مصري فيديو لوالده طريح الفراش في المستشفى، وعلق عليه قائلا: أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعي له. لم يتوقف الشاب عند هذا الحد، بل قام بنشر عدد من الفيديوهات التي التقطها لوالده في الساعات الأخيرة من حياته. فظهر في أحد الفيديوهات يبكي وهو يصور جثة والده في الكفن. تعرض الشاب لهجوم حاد بعد هذا الفيديو، كما انهالت عليه موجة من التعليقات الغاضبة التي لمته على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات. ولتخفيف وطأة تصرفه غير المبرر، ظهر الشاب في فيديو آخر يبكي ويفسر نشر لهذه